عايزين نسال، عرفنا جزء من الفكره او الفكره العامه، بس عايزين نسال دكتور ديسوتو how to do it. يعني you have explained to us about this economy that does exist, about it could be used, about the wealth in it. Tell me, how am I going to integrate it into the system itself? The mechanics. أنا بس like mechanics of the system. أنا بسأل إزاي هنقدر ندخل هذا الاقتصاد في وهنعمله ازاي؟ يعني الراجل اللي قاعد في العشوائيه او على الارض الزراعيه ده هنملكه ولا هيخليه يدفع فلوس ولا هنقسط له ولا هنعمل ايه؟ هتيجي فلوس للبلد ولا هي البلد ثروتها تزيد بزياده الملكيه؟ ايه اللي هيحصل؟ Essentially, modern economics is about people cooperating. Isolated people cannot cooperate. You have to bring them together. Fine. The way you bring them together when you are 80 million Egyptians is you cannot know 80 million Egyptians. You can know 3,000 Egyptians, 4,000 Egyptians. The way we know each other is through paper. Yes. But the paper has to have trust. And to create trust in paper is a government job that requires having standard paper. And if you go throughout Egypt to find out how somebody is operating here and how somebody is operating there, it's always non-standard paper, unrecognizable. You have thousands, if not hundreds of thousands of little economies that are not integrated. So just like my passport is a standard document and my credit card can take my fortune from Peru to Egypt, you have to give standard paper to Egyptians so that the real value can integrate in the economy. Okay, let's translate that. هو الراجل بيقول ايه الحاجه اللي ممكن تجمع الناس ببعض؟ الناس كلها بتتجمع ببعض لو هي كلها عندها نفس الورق، عندها نفس الطريقه في التعامل. يعني انت ممكن تعرف 3000 مصري او 4000 مصري، انما ال 80 مليون ممكن يتعرفوا ازاي؟ ممكن يتعرفوا بورقه واحده. وضرب مثال ان احنا كلنا ممكن يبقى عندنا رقم قومي واحد، يعني بطاقه واحده او باسبور واحد، ولكن هو اكتشف ان في مصر الورق بتاع الملكيه مختلف، كل حته فيها ورقه معينه، وده دور حكومي مهم، ان الحكومه يجب ان توحد طريقه الملكيه لكل المصريين عشان تعود الثقه في الورقه. في الاقتصاد ممكن ناس كتير جدا تقول لك انا امتلك البيت ده او المحل ده، انما الورقه اللي معاه انت بتساله ايه؟ طب هي متسجله؟ يقول لك مش متسجله. طب هي على ارض وفي 4 تانيين بيبقوا مسجلين معاه. بالظبط كده. فاذا هو فكرته الاساسيه ان عندما تتدخل الحكومات بتعيد الثقه، ان يكون هناك ثقه في الورقه اللي بتقول ان ده ملكي. الثقه دي لوحدها هي اللي بتبدا تدي قيمه للاشياء وتدي قيمه للورقه اللي بتقول انت تمتلك ده او ده. Okay, so now we know about the trust itself in the paper. And then okay, Well, mechanics. the mechanics are that you have got to go to all these areas that are unannounced, or we call them informal, and convince them that it is more interesting to become formal than to stay informal. يعني اوكي يعني هو بيقول ان تبدا المساله ان احنا نروح لمناطق اللي هي مش معروفه، غير شرعيه، الغير شرعيه، عشوائيات يعني او اراضي زراعيه، ونقنعهم ان لمصلحتهم ان هو يبقى رسمي او موجود بشكل رسمي. Okay. Now, for that, they got to want to come in to your formal economy. وبالتالي هم يبداوا يحاولوا يخشوا الى الاقتصاد الرسمي الواضح. Okay. So, for example, in Tanta, ادينا مثال عن طنطا. خدوا بالكم الراجل ده جاي من بيرو بيضرب مثال في طنطا عشان نبقى واضحين يعني. right? Please go ahead. Done by Egyptians. We went in to This is find done out. by Egyptians. This is done by Egyptians. ده معمول على ايد مصريين. الدراسات اللي انتوا تشوفوها دي دلوقتي طنطا يشوفوا ايه الحكايه. Okay. One Egyptian family wanted to legalize and enter the formal economy with their bakery. أسرة مصرية حبت ان هي تبقى شرعية فحبت تسجل المخبز بتاعها to become formal and get that standard paper. عشان يبقى عندها ورقة بتقول انا بمتلك مخبز. It took 549 days. خدت 549 يوم عشان تسجل المخبز. No. بص الورق الراجل ماشي ازاي؟ كل واحده من دول خطوه من الخطوات اللي These are all the 549 days of red tape that you have to do in Egypt to enter the formal economy if you're a من baker. العمل، وزي ما انتم شايفين الرقم القومي متسجل ومش عارف راحوا شركه ايه وهيئه ايه
بص نكمل اهو. 136 خطوه اجرائيه بيروقراطيه عشان خاطر 136 خطوه علشان تسجل مخبز. Okay. مخبز صغير كمان يعني. ده بدايه كلامه. انت عارف كده ازاي؟ شد بتاع ده عشان show them how long the process is. عايز اوريكم. بصوا فاكرين زمان لما كان يروح جاي في فيلم كوميدي ويروح فارد قدامك الورق، امسك طرفه يا عم، عامله زي فقره الساحر. شد معانا شد معانا شد معانا. بصوا يا جماعه، ادينا توتال يا جماعه عشان الناس تشوف. كل ورقه من دول خطوه، كل ورقه من دول خطوه قامت بيها اسره مصريه علشان تحاول تسجل مخبز. هي القضيه كمان ايه يا جماعه؟ موثقه يعني. شوفوا كل حاجه موثقه، ما جايبينها بصورها مطلوبه، كل وصف كل القوانين. بره النظام انت مش قوه وانت مش شرعي. فهو بيقول ايه؟ ان التهميش برضو شعور الناس اللي موجوده في الاماكن دي بالتهميش قايم على ايه؟ ان هو الراجل ما عندوش احساس بالامان، ما عندوش احساس ان هو يملك شيء، ما عندوش احساس ان هو معترف بيه. كل الاشياء دي بتفرق في حياه البني ادم جدا. عمرو، احب النقطه دي مهمه جدا اللي انت ذكرتها دي. على سبيل المثال احنا دايما بنبص على المناطق العشوائيه دي وبنستغرب ليه الناس دي عايشه في بيوت بالطريقه اللي مش مدهونه وحالتها وحشه. لان دي مش بتاعته. فكر بالظبط كده، ما هوش ضامن كمان ان هيبقى موجود فيها كمان اسبوع او شهر. مش بتاعته. ممكن جدا اي حاجه تحصل لان حقوقه مش متصانه ومش. ده انت لو مأجر شقه ما بتهتمش بيها زي شقتك الملك. يقول لك دي ايجار، لو مأجرها ايوه ما تفهمش فيه. بالظبط كده. فدي يعني تخيل بقى يوم لما الناس المصريين دول الاعداد، واحنا قدرنا الرقم المصريين اللي عندهم المشكله دي 60 مليون. 60 مليون مصري بيعاني من نوع من التهميش او اخر، سواء في نشاط اقتصادي دول يولعوا لك في البلد في 5 دقايق. عشان كده بقول لا يمكن ان احنا نبص على المستقبل من غير ما ندي للناس دي قدره على جدا بنفيتس جدا ليجلايزيشن. عايزين يندرجوا في الاقتصاد الرسمي، عايزين يبقى جزء من بلدهم، عايزين يبقى جزء من توقعات الناس دي مرتفعه جدا. واحنا بنشوف يعني انتوا قبل الحلقه دي كانوا بيتكلموا على او في اذاعات معينه او ناس بتتكلم على الطلبات الفئويه كل ده هيتعالج او هيبقى جزء من الحل اللي احنا بنتكلم عليه ده. اوكي. ناو وي ونت، رحنا، انا حابب اسال بقى، طيب لو رحنا واقنعنا الناس ايه اللي هيحصل؟ We went and convinced the people that they should be legalized. Okay, I am convinced. What is the role of the government right now to prevent this red tape? All this 500 days of work or 400 days of work or the processes. That's number one. And then number two is, I as a person don't have the money to come into your system and pay you to be legal. انا بسأله سؤالين. the price of the flat or the bakery or خلاص، حتى لو اقتنع الشعب، والشعب عندنا في مصر مقتنع جامد جدا. طيب رقم واحد، ازاي الحكومة تقدر تخلصنا من المشوار الازلي ده بتاع الورق وال500,000 توقيع وتصريح وموافقة؟ ثم انا النهارده معيش الفلوس اروح اسجل بيتي او اروح اسجل المصنع الصغير.